جميل. كشري بيتي ميه معدنيه متلجه مشبره. كشري بيتي. برمي اتكالي على ربنا. مش عايزه اتبهدل تاني بصراحه، انا رجلي وجعتني من اللف. تعبت. في ناس بتفضل تقول لي كلام جميل جدا، انا ببقى مبسوطه منه، فبالتالي بيتفتح نفسي على الشغل. كشري بيتي لو سمحت. اقول لاي ست بتشتغل اجمدي. لا انا بشقى علشان خاطر ده. لا ده مش شقه، ده ساعديني والله. لا. ام يوسف، عندي 42 سنه، معايا بنتين وولد. ما بحبش حد يساعدني، انا بحب ان انا اشتغل واشقى علشان ما بحبش احتاج لحد. معنى الاصح بحضر الكشري في البيت، انا اللي بعمله بايدي، حاجه نظيفه، حاجه الحمد لله يعني. انتوا جربوا شوفوا اذا كان اكل حلو ولا لا. وبتلج ميه من بالليل، بجيب كرتونتين او كرتونه على حسب ما بقدر اشيل. بعبي الحاجه في العلب، وعقبال بقى طبعا ما بنزل بنتي للمدرسه بنزلها، وبعد كده بروح مرصه الحاجه في الشنطه، العلب وشنطه الميه معايا، وبنزل وبتكل على الله. بشيل الشنطه ديت على كتفي، مع ان انا عندي تعبانه، عندي غضروف وعندي خشونه في رجلي. بلف الحمد لله، ربنا بيقويني، وبلف على المحلات وللناس في الشارع. الشنطه دي مصدر رزقي، وانا هفضل اشتغل وكافح وعافر، وان شاء الله ربنا يقويني ويرزقني بمكان اقف فيه يبقى ثابت، علشان اتعرف والدنيا كلها تعرفني وتعرف اكلي. انا الحمد لله حاجتي نضيفه جدا، وبخاف ربنا في اي حاجه بعملها. كام الواحد؟ ب 10 جنيه بس. طب اعتبريني خدت 10. لا بالله عليك لو سمحت، لا ما ينفعش والله. طب معايا ميه معدنيه متلجه ب 5 جنيه. طب انا ماشي، خدي ب 10 لو سمحت. معلش. لا انا بشقى علشان خاطر ده. لا ده مش شقه، ده ساعديني والله. لا انا ما بشحتش، انا الحمد لله كله بعرق جبيني، وانا حابه كده وحابه، انا حابه اللي انا فيه. ربنا يقويني ويعيني على اللي انا فيه. ممكن في اول النهار كده في ناس تقول لي كلام وحش يضايقني، يخلوني اللي انا امشي وحاجتي اخسرها. يعني شغلي المنى اللي انا بجيبها، الحاجات اللي انا بجيبها بخسرها. وفي ناس تفضل من اول النهار كده، الاقي ناس تفضل تدعمني وتقول لي ربنا يقويكي، ربنا يساعدك ان شاء الله، انت احسن من غيرك. وفي ناس بتفضل تقول لي كلام جميل جدا، انا ببقى مبسوطه منه، فبالتالي بيتفتح نفسي على الشغل. ببقى لو حتى هشتغل طول النهار وانا ماشيه على رجلي او اللي انا واقفه او انا ببقى حابه كده. انت ما تعرفش حالتي ايه ولا ظروفي ايه ولا الدنيا ماشيه معايا انا ازاي. يعني انا ست بطولي، ما حدش ولا بيساعدني ولا حد بيديني. انا مش بقبل حاجه من حد، وانا برضو انا مش بشحت. انا اللي بطلبه من ربنا ان انا اتعرف ويبقى ليا مكان ثابت اقف فيه. قليل قوي اللي يقول لي الله يقويكي، لكن في ناس كتيره بتجرحني وما بترضاش توقفني. انا عايزه اقف في مكان، مش عايزه اتبهدل تاني بصراحه. انا رجلي وجعتني من اللف، تعبت، عايزه ارتاح. كشري مصري ب10، كشري مصري حاجه كويسه، وربنا ينجحك ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا اخويا، الله يبارك لك. انا الحمد لله مفتخره بنفسي ان انا بنزل بشتغل، وبقول لاي ست، اي بنت، اي راجل قاعد في البيت ما بيشتغلش. الشغل على فكره مش عيب، حتى لو هتلمي اي حاجه.
لو هتعمل اي حاجه ربنا يا رب ربنا بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، فاكيد ربنا هيقف جنبك. اقول لاي ست بتشتغل اجمدي، مش اي موقف يعدي عليكي مثلا صعب ان مثلا حد يضايقك، حد يقول لك كلام قذر او اشتغلي واثبتي ذاتك، وربنا يا رب بحق جاه النبي يرزقني ويرزق اي ست او اي بنت بتشتغل واي راجل بيسعى على اكل عيشه، ربنا يرزقه باذن الله ويرزقه برزق اولاده. مش عاوز كشري بيتي يا جميل؟ كشري، ربنا يبارك فيك.